كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فأتت ريح فأسقطت رداء رجل فقام فسبها ولعنها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنها فإنها مأمورة. ولذلك جاء في الحديث الآخر في الصحيحين: لا تسبوا الريح فإنها مأمورة، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وفي لفظ: ما أمرت به. فإذا رأى الإنسان من الريح ما يكره فلا يدعو عليها أو يلعنها كما يفعل أهل الجاهلية، وإنما يدعو بما تيسر، فإنها مأمورة بأمر الله عز وجل، ولله في ذلك حكمة. فأحيانا قد نجهل بعض الأمور، فإن الرياح أحيانا تأتي لتقلب الأرض وتعيد حرثها مرة أخرى، وتعيد بعض البذور فتنقل بذور من مكان إلى مكان آخر، وقد يهلك الله عز وجل فيها بعض الحشرات التي قد تؤذي الناس، تخرج في وقت من الأوقات تجلس أسبوعا أو أسبوعين ثم تأتي هذه الريح فتهلكها ولا تبقي منها شيئا. وهذه الحشرات لها فائدة في تنظيف الأرض أو غير ذلك، ثم يرسل الله الرياح فتذهب بهذه الحشرات. وهكذا في أمر قد ندرك بعضه وقد يخفى علينا كثير منه، فإذا رأيت هذا الأمر فلا تسبها، وإنما اذكر الله عز وجل وقل الدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا إذا نزل المطر فإن العبد ينبغي له أن يحرص على أن يتبع سنة النبي فيه بأن يحسر عن رأسه، فإنه قريب عهد بربه كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن يدعو تحت المطر فإن الدعاء تحت المطر مستجاب. ومثل ذلك من السنن التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للعبد أن يعتبر في ذلك وأن يفعل ما أرشده إليه النبي. ثم بعد ذلك وقبل ذلك ينبغي للعبد أن ينظر في ذلك بحكمة الله عز وجل، يعلم أن لله في ذلك حكمة، وهو عبد يجب عليه أن يرضى بأمر ربه.